عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة دايما. موضوع حلقة النهاردة للفلوس قيمتها بتقل كل يوم وانت مش واخد بالك. حاجة اسمها التضخم الخفي. بس لأول مرة تشاهدني او تشوف القناة بتاعتي، اتمنى منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا لموضوع الحلقة. ليه الفلوس قيمتها بتقل كل يوم وانت مش واخد بالك؟ انت ممكن تحس انك مش بتصرف كتير، بس الحقيقة ان فلوسك بتفقد قيمتها وانت قاعد مكانك. زمان كنت بتشتري حاجات اكتر بنفس المبلغ، دلوقتي نص الكمية بس. ده اسمه التضخم الخفي. الاسعار بتعلى بس تدريجيا وانت مش واخد بالك. المشكلة الاكبر بقى، المرتبات مش بتعلى بنفس السرعة، يعني انت بتخسر جزء من قوتك الشرائية يوميا. الحل ايه بقى؟ لازم تدور على مصادر دخل تانية، استثمار، تجارة، حتى لو تجارة بسيطة. لازم تحسبها صح. قولي في الكومنتات، حسيت انك بقيت بتصرف اكتر على الحاجات الاساسية ولا لأ؟ لو عجبتك الفكرة اتمنى منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك عشان يوصلك كل جديد في قناة سوبر فاهم. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.